احنا كده فهمنا مع بعض في الشابتر الاولاني يعني ايه اكاونتنج، وعرفنا ايه الديفينيشنز بتاعت الاكاونتنج، وايه هي البرنسبلز، وايه هي الاسامبشن الفرضيات اللي احنا بنتكلم عليها، وعرفنا الاهم حاجه في الاكاونتنج اللي هي الاكاونتنج ايكويشن. عرفنا يعني ايه اكاونتنج ايكويشن بالتفصيل، وتاثير اي حاجه عليها بتبقى ازاي. ده في الشابتر الاولاني. الشابتر الثاني اتكلمنا على ازاي نعمل جورنال، او قبل ما نعمل جورنال ازاي نحلل اي ترانزاكشن في الشركه بيحصل، ازاي نحلله ونعرف ايه اللي يتسجل وايه اللي ما يتسجلش. وبعد كده عرفنا ازاي نعمل جورنال انتري، ومن الجورنال ده نبدا نرحله نعمل بوستنج للليدجر، وبعد كده نعمل ترايل بالانس. يبقى تعالوا ما نكتب مع بعض اهم خطوات الاكاونتنج سايكل. الاكاونتنج سايكل، وده اللي احنا بنتعرف عليه الترم ده كله. يعني انت بتعرف الترم ده كله يعني ايه اكاونتنج سايكل. احنا ابتدينا مع بعض بان احنا بنحلل الداتا، بنحلل اي ترانزاكشن. يبقى اول حاجه كانت رقم واحد بنعمل انالايز للداتا، نشوف ايه اللي هيتسجل وايه اللي مش هيتسجل. رقم 2 بنعمل الجورنال انتري اللي هو الديبت والكريدت. رقم 3 بنعمل بوستنج تو ليدجر. احنا كده خلصنا لحد هنا، عملنا بوستنج ليدجر، وبعد كده عملنا حاجه اسمها ترايل بالانس. ده اللي احنا وصلنا له. ايه الخطوات اللي بعد كده؟ الخطوات اللي بعد كده ان انا بعمل رقم 5 بعمل حاجه اسمها adjusting entries. الادجستنج انتريز دي عباره عن ايه؟ دي قيود او معاملات انا ببقى تايه فيها طول الشهر، او مش تايه، انا ببقى مرحلها لاخر الشهر. في بعض المعاملات كده مرتبطه باخر الشهر، زي مثلا الاهلاك. انا جبت معده، هل المعده دي هقعد اهلكها كل يوم؟ لا، فانا بهلكها كل اخر شهر. انا عليا فايده معينه، اللي انا كنت واخد قرض، اللي هو مثلا شاري المعده اللي انا كنت شاريها وعليها واخد عليها قرض، هل المعده دي مش بتتهلك كل اخر شهر؟ مش هقعد اهلكها كل يوم، انا بهلكها كل اخر شهر. ده اسمه adjusting entries. انا في مرتبات عليا ما دفعتهاش، بعملها adjusting entries. يبقى الادجستنج انتريز دي اللي احنا هنتعرف عليها حاجات بتتعمل كل يوم 31 في الشهر. ده اللي احنا هنتعرف عليه خلال الشابتر اللي احنا بنتكلم عليه، ده الشابتر رقم 3. فده اسمه adjusting entries. طب بعد ما نعمل الادجستنج انتريز ثاني هنعمل ايه؟ طالما انتريز هيبقى فيه بوستنج على طول، اهو الجورنال انتري وراه على طول ايه؟ بوستنج. يبقى احنا بنعمل بوست 6، بنعمل بوستنج للادجستنج انتريز. طب رقم 7 بنعمل ترايل بالانس، بنعمل ترايل بالانس تاني اهو، adjusted ترايل بالانس. طب رقم 8 بنعمل ايه بعد الترايل بالانس؟ خلاص بقى احنا كده يعتبر خلصنا كل البيانات اللي احنا عايزينها من الادجستد ترايل بالانس. ده يعتبر اهم حاجه الراجل اللي بيقفل السنه الماليه او بيقفل الفتره المحاسبيه بيشتغل عليها، اللي هي ايه بقى؟ بيعمل منها الفاينانشال ستيتمنت. الفاينانشال ستيتمنت بعد ما بعمل الفاينانشال ستيتمنت، الخطوه الاخيره رقم 9 انا بعمل كلوزنج فور ذا بيريود. كلوزنج عمليه الاغلاق، بقفل السنه الماليه. دايما احنا بنقفل كل سنه ماليه، كل 12 شهر بنعمل عمليه الكلوزنج. يبقى دي كده اسمها ايه؟ الاكاونتنج سايكل. المفروض ان احنا خلصنا دول، ولسه هنخلص الشابتر الثالث والرابع. الحبه دول هنخلص مع بعض، الحبه دول في الشابتر الرابع الثالث والرابع. هنتكلم بالتفصيل الممل لحد الفاينانشال ستيتمنت هنا في الشابتر الثالث. عمليه الاغلاق بقى هتبقى في الشابتر الرابع بتفاصيلها بجميع ما يخصها، فهنتكلم عليها من المره اللي جايه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.